السلام عليكم. التونسي عنده غرام كبير بسوق الأشياء المستعملة من ملابس وأثاث وسيارات وغيرهم. هذاك علاش على كامل تراب الجمهورية تلقى أسواق أسبوعية وساعات دائمة للأشياء المستعملة. أكثر الأسواق شهرة في تونس هي الأسواق متاع الملابس المستعملة، واللي التونسي يسميها فريب أو روبافيكيا. وفما برشا ناس ولات زيارة الروبافيكيا حالة مرضية عندهم، وخاصة النساء وين يلقاو متعة التسوق. في حلقة اليوم من بودكاست درة، وخاصة في فقرة أصل الكلمة، نحب نعرفوا منين جات تسمية أسواق الملابس المستعملة بالفريب أو الروبافيكيا. قبل ما نبدأ، فضلا وليس أمرا، اشتركوا في البودكاست ودعمونا بإعجاب وتعليق حتى نستمر في تقديم الإضافة، وشكرا سلفا. التونسي أو التونسية كان قال لك ولا قالت لك والله اليوم في الفريب لقيت حاجات سيني تفتق، أو يقصد أو تقصد لقينا في سوق الملابس المستعملة ملابس ذات ماركات عالمية. وهنا كلمة فريب تعني بالفرنسية القديمة الملابس المستعملة حرفيا، وهذه سهلة ما فيهاش تأويل ولا اجتهاد. والحانوت اللي بيعوا فيه الفريب يسموه لا فريبيري. لكن المشكلة لو التونسي يقول لك مشيت نلوش في الروبافيكيا على حاجات بهين، إذن منين جات كلمة روبافيكيا بالفي أو الإف للهجة التونسية؟ احنا ديما نسمعوا اللي التوانسة حرقوا لإيطاليا. مصطلح حرق هو يعني الهجرة غير الشرعية اللي تسبب لهم عدة مشاكل. لكن ماذا لو الطليان يحرقوا إلى تونس؟ وزعما تصير؟ علاش لا؟ في الحرب العالمية الأولى والثانية، وخاصة في حكم موسوليني، دب الفقر والجوع في إيطاليا. هذاك علاش برشا طلاين ركبوا زوارق الموت وخشوا البحر حارقين. وبحكم أقرب بلاد ليهم تونس تكدسوا في العاصمة وبعض المدن الساحلية، وبدأوا يمارسوا في حياتهم اليومية مع التوانسة اللي يخدم في النجارة، في التجارة، في البرد هبات وغيرها من المهن اللي موجودة لتوا في بلادنا. ومن ضمن المهن هذه تجارة الأشياء المستعملة. في اللغة الإيطالية كلمة روبا تعني الأشياء بما فيها الملابس، وكلمة فيكيا وتكتب فيكيا بالفاء تعني القديمة، وبضم الكلمتين تولي عندنا روبا فيكيا، يعني الأشياء القديمة أو الأشياء المستعملة. والتونسي بحكم الاحتكاك بالطلاين اللي بيعوا في الأشياء المستعملة اختف منهم المصطلح هذايا، ولا حتى هو كيفهم. لكن وقتها ما فماش أسواق للسيارات المستعملة والأثاث المستعمل، إذن اختصرت الأشياء المستعملة كان على الملابس المستعملة. ومن وقتها بدأت كلمة روبافيكيا تعني عند التوانسة الملابس المستعملة. لكن لو نركزوا شوية في نطق التوانسة، واحد ينطقها روبافيكيا بالفي والآخر ينطقها روبافيكيا، وهذا صراحة ما هوش تشويه للكلمة، لكن مرده أن الطلاين هما أصلا في بعض المناطق في الجنوب ينطقوا الفي اف، كيما فينو اللي هو الخمر ينطقوها فينو. وجيت عليهم احنا في العربية حرف الفاء نحولوها اف بالفرنسية، كيما فاطمة ردوها فاطمة، أكل فاء رديناها اف. إذن روبافيكيا بالفي أو بالاف هي نفس الشيء وصحيح. الخلاصة، روبافيكيا هي كلمة إيطالية تعني الأشياء المستعملة. التونسي اختصرها كان على الملابس المستعملة. لكن فما رواية أخرى أراها طريفة شوية كان لزاما علي ذكرها. يقال أن في السابق كانت الحاويات التي تحمل الملابس المستعملة القادمة من أوروبا
إلى ميناء حلق الواد كان مكتوب عليها دو لوروب على أفريك. التونسي حرفها وعوض أوروب بروبا وإفريقيا بفيكيا فأصبحت روبافيكيا، والله أعلم. السؤال المطروح توا، في مصر يسموا الأشياء المستعملة أوروبا بيكيا وأحيانا يختصروها بيكيا، زعما منين جاتم هالتسمية؟ ريت نلقى إجابة في التعليقات. أخيرا، إذا أنت وصلت لآخر الحلقة وعجبك المحتوى متاعها، يريد تشترك في البودكاست وتفعل الجرس وتدعمنا بإعجاب وتعليق. شكرا على المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء في أصل كلمة أخرى.